ومرحبا مرحبا، كيفكم؟ بعد غياب طويل عن تصوير الفيديوهات رجعت لكم بهذا الحلا السهل والبسيط واللي مكوناته جدا بسيطة وما بيحتاج وقت كتير. بتقدروا تقدموه جنب فنجان القهوة. بنروح سوا على طريقة التحضير. أول شي نحن بحاجة لبسكويت سادة مع إضافة أي نوع انتو بتحبوه بتفضلوه من المكسرات. أنا ضفت فستق غير مملح، فهذا الشيء بيرجع لإلكم انتو المكسرات اللي حابين تضيفوها فيكم تضيفوها. بنطحنهم سوا بهذا الشكل. طبعا الكمية اللي انتو بدكم اياها فيكم تعملوها، انا عملت هاي الكمية قد مرتين. ومنضيف معاهم كيك، كمان اي نوع كيك انتو بتحبوه، ممكن كيك سادة، ممكن كيك على كاكاو، انتو مثل ما بدكم. طحنته وضفتهم كمان سوا. كمان عملت قد هاي الكمية مرتين لأنه أنا كنت بحاجة إني أعمل كمية منيحة من هدول الحلا اللي انتو شفتوهم. منحركهم سوا. وهلأ منضيف معلقتين 3 نوتيلا. إذا كنتوا عاملين انتو كمية أقل فضيفوا معلقة واحدة نوتيلا مشان ما تطلع معنا كتير حلوة، لأنه احنا بعدين حنغطسهم بشوكولا فحتى ما تطلع معنا كتير حلوة وحلاها ظاهر. وراح أضيف معاهم كريمة خافقتها، كريمة عادية، كريمة شانتي اللي انتو بتحبوها. نعجنهم سوا لحتى نوصل لهاي العجينة ولهذا القوام. مثل ما قلت لكم ما تضيفوا شوكولا كتير لحتى ما تطلع يعني معنا كتير حلوة. فيكن بدال الكريمة فيكن تستخدموا تشيز فيلادلفيا. إذا ما بتحبوا شوكولا نوتيلا فيكن تستخدموا لوتوس مثلا. فهذا الشيء بيرجع لإلكم انتو حسب شو بتحبوا، حسب على ذوقكم انتو. ومنشكلهم بهذا الشكل، ممكن أصابع، ممكن كرات، انتو مثل ما كون حابين، لحتى نخلص الكمية كلياتها. طبعا أنا هاي الكمية اللي انتو شايفينها هلأ على الشاشة أنا عملتها مرتين، يعني طلعت معي الكمية مضاعفة. وهلأ منجيب شوكولا ومنكسرها لحتى ندوبها. استخدمت هاي النوعية من الشوكولا اللي الناس يلي بهولندا أكيد حتعرف منه الشوكولا شو نوعيتها. فيكم تستخدموا شوكولا مرة إنه ما تكون حلوة. انتو إذا بتحبوا مثلا الشوكولا هيك تكون فيكم تستخدموها. وهلأ بضيف للشوكولا مكسرات انتو كمان مثل ما بتحبوا أكيد النوع اللي انتو بتفضلوه، بس هذا أطيب شي بيطلع. منحركهم سوا مع الشوكولا. وهدول الأصابع أنا بعد ما شكلتهم دخلتهم على الفريزر تقريبا نص ساعة ساعة هيك شي لحتى يبردوا تماما معنا. وبعد ما بطلعهم من الفريزر ببلش بغطسهم وحدة وحدة بالشوكولا. وبحاول يعني شيل الشوكولا الزايدة، بمسح الشوكولا الزايدة وقت اللي بدي اشيلها بهاي الطريقة. وبغطسهم كلياتهم بالشوكولا. وبعد ما بخلصهم كلياتهم برجع بدخلهم على البراد لحتى تبرد معنا الشوكولا. وهاي هي طريقة هذا الحلا اللي انتو شايفينها كتير سهلة وكتير بسيطة، وبتقدروا تجهزوها يعني بنفس الوقت إذا جايكم ضيف. وإذا حبيتوها وجربتوها اكتبولي رأيكم بالتعليقات. ولا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب. وبتمنى يا رب كتير تعجبكم، وأهلا وسهلا فيكم.